أقوى الضيوف، المصداقية، الكواليس، الانفراد والحصرية، فقط في الخبر. وما تنسوش اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. أهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من برنامجكم المميز دائما الخبر. وزي ما انتم متعودين معانا أقوى الضيوف، أقوى الضيوف الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر اللي مشرفني ومنورني في فقرة حوار أولى مميزة جدا هتكون مختلفة عن أي فقرة شفتوا فيها الكابتن أحمد ناجي. أما الفقرة الثانية هتكون فقرة مميزة أيضا، وهي فقرة ساخنة جدا، المرأة الحديدية. الأستاذة ماجدة الهلباوي صاحبة الدعوة بحل اتحاد الكورة. أما الفقرة الثالثة والأخيرة هي فقرة الكرة العالمية أو الكرة الحلوة، وناقدنا الرياضي المتميز دائما عمر عبد الله اللي معانا في فقرة ثابتة، واللي هيتكلم عن نتائج كلاسيكو الأرض، وإيه حكاية المنشطات الجديدة، وإيه حكاية الطبيب اللي طلع وأفشى أسرار إن في عدد من لاعيبة الدوري الإنجليزي بتاخد منشطات ولكنها غير مدرجة، وخاص ناديين بالتحديد في انجلترا، تشيلسي والارسنال. خلي بالك يا نني لا يشربوك حاجه يقول لك ده حاجه اصفره. ده اللي كاتباه الصحف الانجليزيه واللي هنتكلم فيه في فقره الكره العالميه او الكره الحلوه. فاصل سريع عشان نستعرض اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه. خبرنا الأول، الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي من الاحتراف. خبرنا الثاني، الخبر يكشف لغز انقطاع الكهرباء في اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية. السؤال، مين اللي قطع الكهرباء؟ لمصلحة مين تم التأجيل؟ ايه اللي كان مكتوب في اجتماع الجمعية العمومية وعشان كده قطعوا الكهرباء؟ ومفاجأة أخرى، محمود الشامي لم يقضي دورتين في اتحاد الكرة ومن حقه الترشح للانتخابات. وكوبر يطلب زيادة عقده، من حقك يا مستر كوبر. الزمالك يحدد مصير مكليش بعد لقاء بجاية. الخبر يعلن تفاصيل جلسات وكيل النني مع باسم مرسي ومعروف يوسف ومصطفى فتحي. اخبار مهمه وكواليس مميزه هتكون معانا في حلقتنا النهارده، ودايما بقول لكم اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته. خليني البدايه النهارده من وليد سليمان. وليد سليمان عايز اقدم له واجب وشكر وتحيه خاصه. وليد سليمان يعني اللي تاثر بمكالمه الكبير ونجم مصر ونجم الزمالك كابتن محمود ابو رجيله عندما تحدث في اذاعه شباب ورياضه، واتكلم عن قدامى اللاعبين والمعاشات اللي بتطلع ل 96 أسرة من نجوم كرة القدم على مستوى مصر، الأسماء الكبيرة اللي ما حصلتش أي حاجة من الكورة، واللي الكابتن محمود أبو رجيلة بيحاول يوفر لهم حاجة محترمة. النداء كان لكل لاعيبة مصر، كان لكل لاعيبة مصر، لأن في بعض الأسر من أسر نجوم الكرة اللي تعبوا لصالح مصر ولأنديتهم وفرحوا ملايين المصريين اتنسوا وأصبحت ظروفهم المالية صعبة جدا. بدون ذكر اسماء، على الفور الكابتن وليد سليمان بيكلم الكابتن محمود ابو رجيله وبيروح له لغايه عنده، كان راجل في المستشفى قال له هاجي لك النادي، قال له هاجي لك لغايه عند الكابتن، وحط مبلغ من المال محترم جدا، وهيتواصل مع الكابتن ابو رجيله وعدد من لاعيبه الاهلي كل شهر. كمان كابتن حميده وكابتن محمد رمضان راعي ملابس النادي الاهلي سبورتا اللي راحوا برضو للكابتن محمود ابو رجيله وقدموا مبلغ محترم جدا، وهيتواصلوا مع الكابتن محمود ابو رجيله. والنداء من هنا لكل نجوم الكرة المصرية اللي ربنا كرمهم من كرة القدم، اللي ربنا أنعم عليهم من كرة القدم،
في بعض اللاعبين اللي كتبوا تاريخ لمصر في الكوره وكتبوا بدايه للكوره اللي وصلت لكم وانتوا كملتوا عليها، ظروفهم صعبه جدا. اتصلوا بالكابتن محمود ابو رجيله واتكلموا معاه وتواصلوا معاه. ربنا يدي لك الصحه يا كابتن، ربنا يدي لك الصحه يا كابتن ابو رجيله. 96 اسره الى اتحاد الكوره، الى وزير الشباب والرياضه، في اسر من نجوم كره القدم، قدامى كره القدم، بدون ذكر اي اسماء، بتحتاج لمسانده مش مساعده، بتحتاج لمسانده مش مساعده لكل لاعب وكل من لعب كره القدم في جمهوريه مصر العربيه. يعني اولى بيكم مسانده زمايلكم القدامى واسرهم، وربنا ان شاء الله ييسر الحال للجميع. الموضوع الثاني هو ايقاف طبعا التوأم حسام وابراهيم، اتنين من القامات الكبيره، انا وجهه نظري فيهم كده، واتنين من المدربين. يعني كابتن حسام مدرب محترم جدا وعنده مستوى فني رائع ظهر بيه الفتره اللي فاتت. كنا بنلوم عليه التعصب، انا بختلف معاه في الموقف اللي ظهر بيه في مباراه سموحه الاخيره. قرار اتحاد الكره النهارده بالغرامه الماليه ال 5000 جنيه والايقاف 4 مباريات. لكن ايه اللي عمل الايقاف كده؟ انا قلت لكم الايقاف كان هيبقى من 4 ل6 ماتشات، لكن تقرير الكابتن سمير محمود عثمان كان تقرير قوي. الراجل كتب كل الحاجه اللي شافها من وجهه نظره، رغم ان انا حديثي مع الكابتن حسام حسن قال لي احنا ما عملناش حاجه مع الحكم وما قلنالوش حاجه، لكن الكابتن سمير كاتب في تقريره نصا، كاتب ان في بعض الخروج عن النص لفظيا، وكاتب ان الكابتن حسام قال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وانت هتبوظ لنا الماتش، انا هبوظ لكم الدوري. ده اللي مكتوب في التقرير، ده اللي مكتوب في التقرير، هتبوظ لنا الماتش هبوظ لكم الدوري. وقال ان الكابتن ابراهيم حسن كل ما كان يكلمه كان في اشارات بالايد، ده مكتوب في التقرير على عهده الكابتن سمير محمود عثمان، وكان بيعمل بعض الاصوات يعني تشبه كده الواحد وهو نايم. ده اللي اتكتب في التقرير، وبناء على هذا التقرير الايقاف 4 مباريات للكابتن حسام والكابتن ابراهيم. يعني هل يعني انا بشككش في التقرير، لكن برضه لازم تسمع من الطرف الثاني، لازم تسمع من الطرف الثاني. اللي عملوه او اللي عمله الكابتن حسام او الكابتن ابراهيم مرفوض شكلا ومضمونا، اللي شفناه بس على يعني شاشه التلفزيون، لكن لازم تسمع وتشوف. خلينا نستعرض معاكم اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه، لكن نطلع فاصل سريع لتقرير عن اخر اخبار الاهلي قبل السفر لتنزانيا ونرجع نتواصل.